ايوه فعلا، كل اللي انت شايفه قدامك ده بالاي اي. ودول كانوا اول كلاينت يشتغلوا معايا ويجربوا الميكس اللي انا عملته ما بين الاي اي وما بين الديزاينر. اللي هو انا فاهمك، انت مش عايز براند، انت عايز لوجو كويس يكون شكله حلو ويكون بروفيشنال ومختلف عن السوق، وفي نفس الوقت يبقى سعره قليل مش كتير. فانا وفرت لك ده. الرحله دي انا بداتها من شهر، ودي كانت نهايتها في اني عملت سيرفيس جديده للعملاء بتوعي. فتعالوا الخص لكم سريعا انا عملت ايه. اول حاجه، العميل بيدخل على الويب سايت وبيلاقي الاسعار فبيدفع. بيتبعت له فورم على طول فيها الداتا اللي انا محتاجها علشان ابدا اشتغل. بيملاها وعلى طول اوتوماتيك بيتبعت له ثانك يو ايميل انه اختار انه يشتغل معايا، مع وعد ان اللوجو بتاعه اللي هيشوفه ده بالاي اي، بس هيبقى فعلا بروفيشنال وفعلا شكله حلو ومختلف عن الحاجات اللي موجوده في السوق. انا عامل اوتوميشن جاهز ان التاسك بتيجي على تريلو على طول، بعد ما طبعا بيعدي على اوبن اي اي ايجنت بيظبط البريف عدل ويبعت لي كل التفاصيل اللازمه علشان اقدر اصمم كويس. وانا هنا ببدأ اشتغل بكل التولز المتاحة علشان اطلع اللوجو فعلا مختلف، وكل ده في اقل من 3 ايام. بتكون البرزنتيشن جاهزة فيها اللوجو فاريشنز والالوان والفونتات وكل حاجة محتاجها من اللوجو ديزاين عشان يقدر يشتغل بعد كده. ولكن افتكر طبعا ده لوجو مش براند كامل. لو حابب تبدا تشتغل معايا تواصل معايا دايركت، لان الويب سايت اونلاين ولكن لسه في حاجه في البيمنت بنظبطها. ولو انت ديزاينر وحابب تطبق الموضوع ده عندك، ممكن تشوف الفيديوهات اللي فاتت كلها بتاعت الرحله، هتلاقي في كل الطريقه اللي انا عاملها وعملتها ازاي وكل حاجه. ولو عندك سؤال في اي تفصيله انا هنا عشان اساعدك واقول لك انا عملتها ازاي. اتمنى الرحله تكون عجبتكم وفعلا انتوا تكونوا استفدتوا، وبس يعني سلام.